صاحبتي كانت فاكرة حياتي ملكها لحد ما حاولت تاخد مكاني بالكامل. أنا عندي صاحبة من أيام الكلية، كنا قريبين جدا لدرجة إني كنت بعتبرها أخت. بعد التخرج أنا سافرت مدينة تانية شغل وهي فضلت مكانها. التواصل فضل موجود، مكالمات، شات، وكل منزل بلدي لازم أشوفها. بس مع الوقت حاجة غريبة بدأت تطلع، استحقاقية مقرفة. أي خبر حلو في حياتي لازم تقلل منه أو تحوله عليها هي. أي إنجاز تقولي بس أنا لو مكانك كنت عملت أحسن. لما اتخطبنا أنا وخطيبي بدل ما تفرح عملت دراما، إزاي ما بقاش أول واحدة تعرف، مع إن الخبر كان لسه طالع ولسه بنقول لأهالينا. أثناء تجهيز الفرح قالت لي بمنتهى الوقاحة: أنا لازم أبقى الميد أوف أونر، الطبيعي إني أكون في المكان ده. ولا عمري وعدتها ولا هي أقرب حد في المرحلة دي. الموضوع موقفش هنا. اشتريت شنطة جديدة من شغلي وتعب سنين، جت زيارة ومشيت بالشنطة من غير ما تستأذن. لما اعترضت ردت بكل بجاحة: انتي عندك كتير، مش هتفرق معاكي. يوم فرحي لبست فستان لونه قريب جدا من الأبيض، وقعدت لازقة فيا في كل الصور كأنها العروسة. الناس نفسها كانت مستغربة، وأنا كنت مكسوفة أعمل مشكلة. بعدها بشهرين عملت عيد ميلاد وبعتت لي دعوة حضور إجباري: أنا حضرت فرحك، يبقى لازم تيجي وتجيبي هدية تليق بيا. ساعتها بدأت أفهم، دي مش صداقة، دي محاولة سيطرة. بعد ما ولدت أول طفل ليا دخلت عليا المستشفى من غير استئذان، شالت البيبي وقالت: ده أول ولادنا، أنا اللي هاخده وهيحبني أكتر منك. أنا اتجمدت. جوزي اتعصب ومنعها تمسكه تاني. قطعت العلاقة نهائي. ردت برسالة طويلة بتقول فيها إني سرقت حياتها، وإنها المفروض تكون مكاني، وإنها أكتر واحدة تستاهل جوزي وابني وبيتي. ساعتها فهمت إن اللي كنت فاكره صداقة كان غيرة وهوس واستحقاقية مريضة. عملت بلوك من كل حاجة، ومش ندمانة، لأن في ناس وجودهم في حياتك خطر، مش عشرة.